هنعمل مع بعض صينيه بطاطس لذيذه قوي. هنا حطيت فلفل وملح وبصل وحطيت شرايح بطاطس، هندعكهم جامد وهوريكم هنعمل ايه. ننزل بالفراخ كده نرصها، طبعا اي نوع فراخ، حتى لو عايزه تعملي صدور برضو شغاله عادي. وهنحط دلوقتي الطماطم. انزل بالطماطم كده، وبعدين ننزل بالتوابل. ننزل بواحده مرقه دجاج، هننزل بالملح، ننزل بالفلفل الاسود، ننزل بشويه بهارات وشويه كمون، ونديها شويه ميه. مش هحط سمنه عشان كفايه الدسم اللي بينزل من الفراخ. شويه ميه اهو. التوابل اللي على الوش دي بتدي طعم للفراخ حلو جدا لما بتدخل الفرن وتقرمش. هدخلها الفرن وارجع اوريها لكم. هحطها على النار تاخد كام غلوه، وبعدين ادخلها الفرن تاخد تسويه، تكمل بقيه تسويتها وتاخد وش في الفرن، وهتطلع اوريكم القرمشه بتاعت الفراخ عامله ازاي كانها مشويه. صينيه البطاطس القمر بتاعتنا اهي طلعت وشكلها يجنن وتحفه. طبعا انا بحب اخلي فيها صوص كده عشان نعرف ناكله. بصوا مستويه، والفراخ كمان مستويه، وكلها قمر قمر قمر، وجنبيها طبق رز بشعريه كده. حاجه اخر جمال صراحه، حاجه اخر جمال. ان شاء الله تشوفوني في فيديو جديد. باي يا حلوين. هوريكم النهارده طريقه الرز بالشعريه للبنات اللي لسه مبتدئه المتجوزين، اللي اول مره يخشوا المطبخ او لسه جداد في المطبخ. هوريكم النهارده طريقه الرز بالشعريه. هنا حطيت سمنه وزيت، وهنزل بالشعريه. الشعريه تبقى اكتر من الرز عشان يبقى طعمه حلو، يعني ده اكتر من ربع كيلو شعريه. نحمر فيها لحد ما تاخد لون، وهوريكم هنكمل ايه. نقلب اهو لحد ما توصلوا للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. بعدين تنزلوا بالرز كده اللي تكونوا غاسلينه كويس ومسخنينه، ونقلب. تقلبوا كل الرز مع بعض، بعدين تنزلوا بالميه. هوريكم كميه الميه دلوقتي بتبقى لحد فين. طبعا يا بنات انتوا بتحطوا ميه مغليه، ما ينفعش ميه تكون ساقعه من الحنفيه، الرز يبشنن معانا ويبوظ. بصوا الميه لحد فين، يعني نص صباع كده بينها وبين الحله. ونحط بقى الملح بتاعنا ونسيبها تغلي غلوه، وبعدين نوطي خالص على نار هاديه ونسيبه يستوي مع نفسه. الرز طلع اهو معانا يا بنات، سخن مولع ومفلفل اهو لذيذ. ان شاء الله كل يوم فيديو جديد يعجبكم ان شاء الله وتتعلموا منه حاجه جديده. باي باي.